كاينه واحد الدوله اللي درتي فيها جريمه والقاضي كيحكم عليك في اوتيل 5 نجوم، تلفازه بلازما، جيم، دوش خاص بك، واستوديو اللي ممكن حتى تغني فيه. لا هادشي ماشي خيال، هادشي بصح. هذا عباره على يوم عادي في السجون ديال النرويج. ولكن السؤال، علاش النرويج كتعامل المجرمين كانهم ضيوف؟ الموضوع ماشي زوين لديك الدرجه. النرويج كتخدم بواحد المبدا اللي كيتسمى العداله التصالحيه. سجن هالدن اللي تبنى بالقيمه ديال 250 مليون دولار، الحراس ديال داك السجن كيلعبوا مع المجرمين كره وكيترينيو معاهم وكيغنيو. علاش؟ حيت كيامنوا بانه الا عملتي الشخص كحيوان غيبقى حيوان، والا عملتيه كانسان مزيان غيبقى انسان مزيان. الدليل بالارقام، النسبه ديال رجوع المجرمين للسجن اللي كانوا فيه هي اقل نسبه كاينه في العالم كامل، تقريبا 20%. يعني 10 غير جوج هما اللي كيرجعوا منهم من الحبس، بينما امريكان وبريطانيا كتوصل حتى ل 70%، يعني 7 من اصل 10 كيرجعوا للسجن. هادشي كيخلينا نشوفوا بانه السجن اللي كيكون منظم وكيخليك تعيش كانسان، يعني هذاك لوطيل ديال المجرمين اللي هو السجن فعليا كيخلي الشوارع ديال النرويج امن بمراحل من السجون اللي فيها التعذيب. ومن المصدر ديال الورلد بوبوليشن ريفيو كتاكد على انه هذا النموذج هو الانجح في العالم بلا حتى شي منازع. يعني الصراحه الانسان فاش كيدير الغلط وكتعامل معاه بواحد الطريقه غلط كيولف على انه يبقى يدير في الغلط. العبره من هذا الموضوع هو انه كل ما كتعامل مع الانسان مزيان راه كيبقى مزيان، ولا تعاملتي معاه خايب كيولي خايب. كنتمنى الميساج يكون وصل.